السلام عليكم. البوردرز من الحاجات المهمة جدا لأي فرونت إند. فإحنا في شغلنا كمبرمجين بنستخدم البوردرز مع صور، بنستخدمها مع ديفات، بنستخدمها مع تكست، بنستخدمها مع حاجات كتيرة جدا. تنسيقات السي اس اس في البوردرز معروفة، ومعروف إن هي ليها كذا خطوة بتتعمل بيها. فالبوت ستراب جمع كل التنسيقات البوردرز اللي في سي اس اس، حطها في كلاس او كلاسين. بنقدر نحطهم في الاتش تي ام ال، وبنريح نفسنا ونوفر وقتنا اللي احنا بنعمله في السي اس اس. كمل معايا في الفيديو للاخر، هتشوف تطبيقات عمليه نستخدمها البوردر. كمان هتلاقي كل فيديوهاتنا عن البوت ستراب موجوده في القناه. كود فيرس اكاديمي بتطور نفسك وبتطور شغلك. ما تنساش سبسكرايب. جهز نفسك وحضر لابك ويلا بينا نبدا. انا عشان اعمل البوردر في البوت ستراب، فالاول نعرف يعني ايه بوردر. بوردر اللي هي الاطارات، فاللي هي الحدود اللي حوالين الديف عندي، سواء كان بقى ديف او صوره او ايا كان انا بعمل ايه، من كل الجوانب: توب وبوتوم وليفت ورايت. وكمان البوردر ريديوس اللي هو الدوران اللي بيحصل في الاركان. البوت ستراب بيشتغل على البوردرز بكلاسات. يعني عنده مسميين: في مسمى اسمه اديتيف وفي مسمى اسمه سبتراكتيف. آه، تعالوا نعمل ده ونشوف الفرق ما بين الاثنين وبيعملوا ايه في الكود عندي. فانا هاجي مثلا اعمل ديف كده، والديف ده هكتب فيه اي كلام، هلو مثلا. وهاجي هنا هقول له كلاس، وهقول له بوردر. مجرد ان انا هقول له كلاس واقول له بوردر كده، مش هعمل حاجه اكتر من كده. فهتلاقي حط الاطار. تعالوا نكبر الصفحه كده شويه. هتلاقي حط الاطار هنا اهو. تمام. بتلقائي لو عملت كليك يمين انسبكت على الاطار ده، هنلاحظ ان هو بيقول لك انا عامل بوردر. البوردر ده واخد تنسيقات كلر كذا، ومديك التنسيقات اللي هو حاططها. طب هل انا ممكن اتحكم فيه؟ اه طبعا. تعالوا نعمل بي ار، وهنعمل نفس الكود كده تاني. بس هقول له بدل ما هقول له بوردر، هقول له بوردر توب. بوردر توب. هنلاحظ ان هو جه من فوق بس. طب هل انا ممكن اعمل الكلام ده على حاجه غير الديف؟ اه طبعا. لو انا جيت عملته على سبان مثلا، ادي سبان وادي سبان تاني. وتعالوا نشيل البي ار ده. فهنلاقي هنا ده من كل الاطارات ده من فوق بس. فانا اقدر اتحكم في البوردر بقى زي ما انا عايز. ممكن نضيف له هنا بادنج كده، او اسف مارجن من الرايت. مارجن رايت بمقدار 3. فهنلاقي ده كده من كل الاتجاهات، ده من الطب بس. لو احنا بقى غيرنا، عملنا دي بوتوم، او عملنا ده بوردر ستارت، نلاحظ ان كل واحده فيهم بتعمل التنسيق بشكل مختلف. الهوامش اللي انا بعملها عشان خاطر ما يلزقوش في بعض فالشرح يبقى باين، كل واحده بتعمل لي من حته شكل. اخر اتجاه اللي هو الاند. طيب، في كمان بقى دي الطريقه اللي انا عملتها دي الاديتيف. في بقى الطريقه اللي اسمها سبتراكتيف. بعمل نفس الحكايه بس بشكل مختلف في الكود. بمعنى ايه؟ هاجي اخد الكود كده اهو بالمنظر ده، بس هاجي اقول له البوردر زيرو. تعالوا نعمل واحده بي ار كمان عشان ينزل. هاجي هنا هقول له بوردر، وبعد كده هقول له بوردر زيرو. بوردر زيرو. فهتلاقي لغى البوردر، يعني بعد ما حطه لغاه. اسف. طيب، عملت كده وبعد كده جيت قلت له بوردر توب.
زيرو، بوردر توب زيرو، فهتلاقي حط من كل الجوانب ما عدا اللي فوق. كررتها تاني، جيت قلت له بوردر بوتوم زيرو، هتلاقي عملها من كل الجوانب ما عدا تحت. وطبعا لو حطينا المارجن فيهم كلهم مارجن اي 3، الشرح هيبان اكتر طبعا. لكن المارجن دي انا حاططها عشان نعمل فرق ما بين الحاجات وبعض فالشرح يبان. ده كده انا بعمله بالسبتراكتيف، يعني بالطرح، يعني كاني بحط البوردر وبعد كده بطرح منه حاجه معينه. فجيت قلت له بوردر مثلا، هنا هقول له بوردر ستارت زيرو، هكررها اخر مره واقول له اند، هتلاقيه اتشال من الاخر. ده كده بالسبتراكتيف، يعني بشيله من على الديف بتاعي. طب هل انا ممكن اديله الوان؟ اه طبعا. وممكن كمان تشيله من جنبين، يعني لو انا جيت قلت له انا عايز بوردر اند وبوردر ستارت زيرو، يعني بوردر اند وبوردر ستارت، فهشيله آه المنظر ده كده شالهولي منين؟ من هنا ومن هنا، يعني من الجنبين اللي هو شمال ويمين اتشال. وممكن بقى نحط الوان على الكلام ده كله. فتعالوا نعمل بي ار، ننزل كده وتعالوا نحط بقى، نبدأ نحط الوان. فهقول سبان او ديف او اي حاجه او سيكشن، اي حاجه انا عايزها. قال له اهي، وهاجي اقول له بوردر، اسف كلاس، بوردر. وبعد ما حطيت البوردر هقول له انا عايز البوردر برايمري، فيبدأ يعمل لي الإطار أزرق. ونحط بقى الألوان اللي هي الألوان بتاعتنا كلها بقى، اللي هي كولر بوردر انفو، بوردر برايمري، بوردر سكندري، بوردر دينجر، بوردر وورنينج. وهنلاقي في الديسكريبشن اللينك بتاع الفيديو بتاع الكولرز في الليست بتاع البوت ستراب. طيب، نقدر بقى نستخدم البوردر ده مع حاجات كتيرة جدا. فتعالوا نشوف اقدر استخدمه مع ايه، يعني ايه اللي انا اقدر اعمله واستخدمه في تطبيقات عمليه في الكود بتاعي. فطبعا من الحاجات المهمه جدا ان انا لو عندي فورم، والفورم ده عندي انبوت بالمنظر ده كده، ممكن الانبوت ده ابدا اديله، نعمل بس بي ار كده عشان ينزل في سطر لوحده يعني. ممكن ابدا اديله كلاس، والكلاس ده ابدا اديله تنسيقات. فممكن اروح جاي عامل كده بوردر سكسس، فيبدا ياخد اللون الاخضر. كده انا ابتديت استخدم البوردر ده مع حاجات ليها علاقة بالواقع بتاعنا، باستخداماتنا الحقيقية. ممكن اعمل حاجة زي كده، بي ار في بي ار كده، واجي اعمل ديف، واجي الديف ده هنكتب فيه كلمة هلو اهو. وهبدأ ادي كلاس، وهبدأ اديله بقى شوية تنسيقات كتيرة جدا. زي ايه؟ هديله مادنج مثلا 3، لحد دلوقتي لسه ما بانش. هديله خلفية بي جي شرطة مثلا دينجر، الخلفية بتاعتي احمر فيعمل المنظر ده. هديله بي جي اوبيسيتي، هديله شفافية مثلا بمقدار 10، فيبدأ ياخد الشفافية زي ما حضراتكم شايفين كده. هديله بوردر، والبوردر ده هيبقى لونه انفو، ممكن يبقى لونه سكندري مثلا، فيعمل اطار زي ما حضراتكم شايفين كده. واجي اقول له انا عايز آه، اقول له راوندد،
فياخد الدوران اللي حضراتكم شايفينه كده. وطبعا لو كبرت هتلاقي الريسبونسيف شغال معايا. الدوران اللي هنا ده ممكن اديله مارجن 3، فيبدأ يبان اكتر ويبان بشكل احسن معايا. كل دي انا تنسيقات اقدر استخدمها مع البوردر. كل دي تنسيقات اقدر استخدمها مع البوردر. فالبوردر في البوت ستراب من الحاجات اللي بنقدر نعمل بيها شغل حلو جدا، ويساعدنا في ان احنا نطلع شكل الصفحة بتاعتنا بشكل جميل وممتاز. كمان ممكن نعمل للبوردر اوبيسيتي. ممكن نعمل للبوردر نفسه اوبيسيتي. فلو انا جيت هنا مثلا قلت له انا عايز اللون، خلينا في لون غامق شويه برايمري، وجيت قلت له البوردر بتاعي اوبيسيتي مثلا 75، فيبدا يدي اوبيسيتي للاطار اللي لونه ازرق ده. ممكن نخليها 50. ممكن شايفين بيبدا يخف. ممكن اخليها 25 فيبدا يخف اكتر. كل دي حاجات تطبيقات عمليه انا ممكن احطها للبوردر بتاعي واخليه يعمل معايا شغل حلو جدا للديف او الحاجه اللي انا بعملها. كمان ممكن اديله ويدز في ان انا اقول له بوردر شرطه، وانا عندي الويدز من 1 ل5. دي 1، ادي 2. هتلاقوا البوردر السمك بتاعه بيزيد 3، 4، 5. كل شويه البوردر بتاعي يزيد معايا. كل دي تنسيقات اقدر اعملها على البوردر وبتديني شغل ممتاز جدا. طيب الحته بتاع الراوند دي، الحته بتاع الراوند دي ليها علاقه بالبوردر. وشايفين كل ده تطبيق عملي لاكواد البوت ستراب بتاعتي على تنسيقات البوردر اللي انا كنت بعملها في السي اس اس في الصفحه الثانيه. كل ده بقيت انا اقدر اعمله في كلاس. انا دلوقتي عملته راوندد من كل الاتجاهات. ممكن اقول له انا عايز اعمل راوندد من الطب بس، فيعمل لي راوندد من هنا ومن هنا. ممكن اقول له من البوتوم، من الاند، من الستارت، زي ما انا عايز بقى. زي ما انا عايز. ممكن اخلي الراوندد ده كمان، يعني اقول له راوندد بس بدل ما اقول له توب وبوتوم وبتاع ادي له مقاس. فلو انا عملت 0 معناها ان انا مش عايزه راوندد خالص. عملت 1 ياخد راوندد بشكل بسيط. هنبص على الارقام مع الاركان بتاع الديف مع بعض. عملت 2، عملت 3، عملت 4، 5. كل دي حاجات اقدر اعملها في سيركل، فياخد استدارة كاملة. لو انا كبرت، شايفين المنظر عامل ازاي؟ فطبعا في الحالة دي لازم ادي ويدز للديف عشان يبان ان هو سيركل. في حاجة اسمها بل بالمنظر ده كده. كل دي تنسيقات انا اقدر اعملها وتبان معايا بشكل جميل جدا. من ضمن التطبيقات العملية اللي انا اقدر استخدمها في المثال اللي عندي ده. تعالوا نكرر الكود ده تاني ونبص كتطبيق عملي على نفس الديف كده. طلع دي فوق اهو. الديف ده واخد نفس التنسيقات اهي بتاع الديف الاولاني. نفس التنسيقات بالظبط. بس انا هنا هبدا اعمل تطبيق عملي على البوردر اللي محطوط عندي مع الراوندد بيل دي. ان انا اجي اعمل ايه؟ هقول له والله انا عايز راوندد بيل ستارت. فتلاقي عمل الاستداره من هنا وقفلها من هنا. طب لو عملت دي اند، هتلاقيه جابها لي من الناحيه التانيه. ممكن اروح جاي حاطط دي كده راوندد 4، يبقى اديته سمك وفي نفس الوقت عملت له راوندد زي ما انا عايز بقى.
زي ما انا عايز. كل دي تنسيقات انا اقدر احطها في الكود عندي. فجيت مثلا رحت عامل راوندد شرطة 4، وجيت قلت له راوندد مثلا توب 0، فيجي من هنا كده حاجة، هنا مفيش، والتانية نازلة بالمنظر ده. فطبعا تنسيقات ممتازة جدا وبتسهل لي الشغل السي اس اس اللي انا كنت بعمله، وفي نفس الوقت ما تعبتش في التنسيقات. ليه؟ لانها كلها تنسيقات مرتبطة مع بعض، بتشتغل مع بعض بشكل سلس جدا، وكلها معمولة جوه الكلاس اتريبيوت اللي موجود في الاتش تي ام ال. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش سبسكرايب وشير للفيديو. السلام عليكم.